في الفيديو ده هقول لك عن طريقة ازاي توصل بها اول 1000 مشترك على قناتك. طبعا هيظهر لي واحد دلوقتي وهيقول لي يا عم ما توصلها انت على قناتك. هقول لك انا دلوقتي منزل فيديو يعتبر من يومين او من 3 ايام، هيظهر برضو قدامك على الشاشة. في الفيديو ده بعرفك 6 اخطاء انا عملتهم وخلت قناتي لحد دلوقتي ما حققتش ال 200 مشترك. فيا ريت تسمع الفيديو وباذن الله تستفاد منه وتتجنب الاخطاء اللي هي هتظهر في الفيديو. اول حاجه زي ما انتم شايفين القناه اللي قدامكم دي بشرح عليها، دي يعتبر تبعي انا. تمام، وجينا على المحتوى مثلا. تمام، وجينا على عرض الشورتس الفيديوهات كلها، وجينا الاكثر مشاهده ودخلنا على الفيديو ده مثلا. تمام، وبصينا على حاجه كده هنا. المشتركين ظاهرين قدامك 7500 ألف مشترك، ده في فيديو واحد. عشان اللي عملت في الفيديو ده الاستراتيجية دي، وعشان تكونوا ملحوظة برضو في الفيديو ده بتكلم بصوتي وبطلع بصوتي والكلام ده. هقول لك ايه الاستراتيجية اللي مشيت عليها عشان وصلت الأول 1000 مشترك على القناة، وبإذن الله هتوصلها أقل من شهر بإذن الله. بس لو مشيت على كل الكلام اللي هقوله في الفيديو من جوا، يلا بينا تعالوا نشوف ايه الاستراتيجية وايه الكلام اللي هنمشي عليه. يلا بينا. اول حاجة يا جماعة عشان تكونوا عارفينها لازم واجباري تعملها، اللي هو تخصص في محتوى واحد او تخصص في مجال واحد. لانك يعتبر العامل ده لو انت ما عملتهوش انت كده بتدمر قناتك. لان انا يعتبر مجربها بنفسي، وبرضه زي ما قلت لك شوف الفيديو اللي فات هتعرف يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده. لازم واجباري حاجة اكيد لازم تخصص في محتوى واحد. لانك انا لو لعبت مثلا قعدت تعمل فيديوهات عن افضل تطبيقات، عن مثلا تطبيقات معرفش ايه، عن فيديوهات مثلا معرفش بتتكلم عن ايه، فكده انا مش متخصص في محتوى واحد. فاليوتيوب او الخوارزمية بتاعت اليوتيوب ما فهمتش قناتي ومش عارفة ترشح القناة بتاعتي على الفيديوهات ايه ولا على الناس ايه. طب اعمل ايه يا امير؟ مثلا يجي واحد يسألني دلوقتي اعمل ايه يا امير لو انا خلطت قناتي وما تخصصتش في محتوى واحد من اول الشهر؟ هقول لك دلوقتي اول حاجة تعملها اللي انت تمشي مستقيم. يعني انا دلوقتي اخر فيديو منزله عن شروط الربح، اكمل في التخصص ده في شروط الربح، ادور عن كلام الشروط الربح، ادور عن حاجات زي شروط الربح. ده كله يبدا كده خوارزميه فيديو مع فيديو، فيديو ورا فيديو، فيديوهات تنزل ما اعرفش ايه، يبدا الخوارزميه تفهم القناه بتاعتك من اول وجديد وتبدا ترشحها للناس الصح. ساعتها انت هتكسب ان القناه بتاعتك بدات ترجع زي الاول، وباذن الله هتتحسن لوحدها وهتبقى احسن من الاول. وتاني حاجة معانا يا جماعة اللي هو المقدمة والهوك بتاع الفيديو. يعتبر المقدمة والهوك بتاع الفيديو من أهم العوامل لقناتك. لأني أنا دلوقتي دخلت فيديو ولا في مقدمة ولا في هوك قوي شدوني، إيه هعمل؟ إجباري هتاخد بعضك وتمشي، مش صح؟ ده اللي هتعمل. لكن لقيت مقدمة حلوة، الهوك حلو، هلاقي نفسي لوحدي بكمل الفيديو، والكلام لقيته حلو هتلاقيني لوحدي بكمل الفيديو معاك، وكمان بإذن الله أسمعه للآخر كمان. فعشان كده بقول لك اهم حاجه الهوك والمقدمه، يعتبر اهم عامل في الفيديو نفسه من جوه. وبرده زي ما قلنا يعتبر اهم حاجه اللي هو التخصص في محتوى واحد. ومش هقولها تاني، لازم تخصص في محتوى واحد عشان ما توقعش نفس الغلطات اللي الناس وقعتها اللي هو منهم انا. وتالت حاجه ركوب الترند. يعني الكلام ده يعني انا مثلا دلوقتي في محتواي الترند بتاعي بيظهر على طول، اللي هو ازاي احقق شروط الربح، وازاي احقق شرط ما اعرفش ايه، ازاي اعمل كذا. ده كله بيبقى ترند عندي في فترة او في فترات كتيرة. طبعا كتير مننا اول ما دخل منصة اليوتيوب بحث عن فيديوهات ازاي احقق شروط الربح، ازاي اعمل كذا وازاي اعمل كذا. تمام، لكن ما تجيش مثلا تقول لي الترند مثلا تعمله مثلا زي موسم العيد زي ما احنا دلوقتي فيه. تمام، تيجي تقول لي اروح اعمل فلوج على القناة بتاعت الشرح مثلا. طب ايه ده؟ انت كده بتبهدل القناة وبتدمرها. فعشان كده بقول لك لازم تعمل مثلا ايه اللي هو بتاع اسمه ده الترند. مثلا تلاقي الترند بتاعك محتواك مثلا زي الفلوجات، الترند بتاعهم حاليا اللي هو العيد، اي حد عارفها. مثلا قناة مثلا المقالب والحاجات دي مثلا موسمهم برضو العيد، عملت مقلب في العيد، صليت صلاة العيد، معرفش ايه. ده كله بيبقى موسم في القنوات دي. وانت شوف الموسم بتاعك او الترند بتاعك واعمل عنه فيديوهات كتيرة، والناس بإذن الله هتشوف قناتك وتظهر عند الناس بإذن الله. ورابع حاجة معانا النشر الخارجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي بتعمل الفيديو بتاعك، لو نزلته على اليوتيوب مثلا بس مش هتستفاد اي حاجة.
لكن بدأت مثلا انزله على الفيسبوك، انستجرام، مثلا نزلته عند الواتساب بتاعي، نزلته عند هنا او هنا، هتبدأ الناس اللي تعرفك تبدأ تخش على قناتك وتبدأ تشوف فيديوهاتك، ومنها هتبني قاعدة جمهورية، ومنها هتبقى عندك تفاعل كتير في قناتك، وناس كتيرة حباك وناس كتيرة حابة تشوفك. لأنك كل ما هتبقى في مكان، في مثلا في موقع اجتماعي غير ده، او مثلا في فيسبوك، انستجرام، في اي حته، يبدا كان المشاهد عايز يتفرج عليك من اي حته. مثلا دخلت فيسبوك ولقيتك عامل لك متابعه، لقيت في مثلا في اليوتيوب عرفتك ان انت لقيتك في الفيسبوك، اروح اعمل لك الاشتراك. فعشان كده انت عملت فيديو دلوقتي، اعمل فيديو في الفيسبوك، واعمل فيديو الانستجرام وواتساب، والكلام ده كله باذن الله ربنا هيكرمك تلقائيا. وخامس حاجة اللي هي الاستمرارية. يعتبر خامس حاجة دي اللي هي الاستمرارية أهم عامل لقناتك، أو أهم حاجة لقناتك، أو أهم حاجة لصناعة الفيديوهات. لأنك طول ما أنت ما استمرتش، الخوارزمية بتاعت يوتيوب عرفتك اللي أنت مش هتستمر على قناتك، ولا هتقدر تقدم حاجة مفيدة لقناتك أو لليوتيوب نفسه. فيبدأ الخوارزمية تعمل إيه؟ تقلل الانتشار ليك، تبدأ تبطئ الانتشار عليك، وتبدأ ولا في تفاعل يظهر لك ولا أي حاجة. لكن مثلا جينا في قناة جيمنج مثلا، قناة جيمنج مش هقول لك تنزل كل يوم فيديو، هقول لك ايه، مثلا قناة جيمنج بيبقى ايه، الفيديو مثلا بيبقى متعب، عملت فيديو تقعد 3 ايام وتنزل فيديو، يعني ايه، يعني 3 ايام مثلا تنزل 3 فيديوهات في الاسبوع. قناة الشرح بتاعتي اقدر انزل كل يوم، تمام. لكن برضو مثلا قناة الطبخ يعتبر ليها مواسم، تقدر برضو تنزل كل يوم. مثلا عملت اكل النهارده تبدا تنزلها. قناة التحديات والتجارب حاجة صعبة تعملها ان تنزل كل يوم، تبدأ مثلا تنزل كل 3 ايام، كل يومين فيديو، على حسب ما انت مقدرتك تعمل او المنتج اللي انت تقدر تعمله، واعمله باذن الله ربنا مش بيقلل من رزق حد او بيعمل حاجة لحد. وسادس حاجة والأخيرة اللي هي الصورة المصغرة والعنوان. الصورة المصغرة والعنوان يعتبر أهم عامل لقناتك. لأن أنا دلوقتي جيت على فيديو من الفيديوهات بتاعتك، تمام، لقيت فيه الصورة المصغرة مش حلوة، تمام، لقيت مثلا العنوان مش عاجبني أو مش بيدي الفكرة عن الفيديو اللي جوا، فإجباري هتلاقيني بطلع من الفيديو أو مش هدخل على الفيديو أصلا بسبب الصورة المصغرة. وتاني حاجة عايز أقولها لك، مثلا ما تجيش تعمل صورة مصغرة مثلا تيجي تكتب لي فيها طريقة عمل مكرونة بشاميل مثلا، تمام، وداخل الفيديو تعمل لي مثلا طريقة عمل الفراخ. فأكيد أنا كمشاهد هكدبك وهقعد أعمل لك حظر وهلغي الاشتراك لو أعمل لك اشتراك وكده. يعني إيه من الكلام اللي بقوله ده؟ يعني ما تضحكش على المشاهد من الأول، يعني ما تضحكش على المشاهد من الكلام أو تقول أي كلام وخلاص. يعني أول ما المشاهد بيحس إن أنت بتضحك عليه، اجباري بياخد بعضه ويطلع من القناة بتاعتك، ولو لقيك زودتها معاه بيلغي الاشتراك ويعمل لك ابلاغ ويعمل لك كل حاجة. وغير كده احنا في الفترة دي بنكون عايزين المشاهد والمشترك والتفاعل بتاعه. فعشان كده في الفترة دي مش عايزين نخسر اي مشتركين او اي مشاهدين على قناتنا، فعشان كده نعملهم بكل حاجة، ولازم يكون عندنا صدق في كل كلمة بنقولها. كده باذن الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، وباذن الله هيعجبكم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبرضه يا جماعه ان شاء الله تستفادوا من النصائح اللي قلناها في الفيديو، واعملوا بيها باذن الله تلاقوا النتيجه. ومع السلامه حبايب قلبي، سلام.